عمرك سألت نفسك ليه بتفتح الموبايل عشان تشوف رسالة واحدة؟ ما أخدتش ثانيتين وفجأة تلاقي نفسك بقالك ساعتين كاملين بتعمل سكرول. الصدمة انك مش كسلان ولا ما عندكش إرادة، انت بس واقع في مصيدة تكنولوجيا مرعبة مصمموها علماء علم النفس السلوكي مخصوص عشان تسرق عمرك. عشان تفهم اللعبة لازم تعرف ان الموبايل اللي في ايدك ده شغال بنظرية اسمها علبة سكينر. العالم بي اف سكينر جاب حمامة وحطها في علبة وعمل زرار بيطلع أكل. في الأول الحمامة كانت بتضغط الأكل ينزل، بعدين غير اللعبة بقى يخلي الأكل ينزل بالصدفة ومرات تانية ما ينزلش. الصدمة الحمامة اتجننت وبقت تضغط على الزر بشكل هستيري وما بتقفش لأنها مستنية المكافأة. سنة 2006 شركات السوشيال ميديا أخدت تجربة الحمامة دي وطبقتها على صباعك واخترعوا ميزة السحب اللانهائي. صباعك وهو بيعمل سحب لشاشة الموبايل بيبقى عامل بالضبط كأنه واقف قدام ماكينة قمار في كازينو. عقلك بيسأل نفسه مع كل سحبة يا ترى الفيديو اللي جاي هيضحكني ولا هيعرفني معلومة جديدة. الغموض ده بيخلي دماغك تفرش شلات دوبامين وتتحول لحمامة سكينر اللي ما بيوقفش ضغط. الشركات دي عارفة كويس ان المكافأة المتغيرة هي اسرع طريقة لادمان العقل البشري. هما مش بيبيعوا ابلكيشن، هما بيبيعوا انتباهك وصباعك اللي ما بيوقفش المعلنين. طول ما انت بتعمل سكرول هما بيكسبوا دولارات وانت طاقتك ويومك واحلامك بيتدفنوا جوه الشاشة المضيئة. الحل اخرج من علبة سكينر فورا، اقفل الابلكيشن بايدك بعد 15 دقيقة، ما تستناش الشاشة تخلص لانها مصممة انها عمرها ما تخلص. ودلوقتي قول لي بصدق ايه اكتر ابلكيشن محولك للحمامة دي ومش عارف تقفله؟ اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك.